السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة تحت الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورين مشرفين. النهارده حبايبي هنعمل لك قراءة يا برج الدلو، بس أنا قبل ما ابتدي بالمقدمة لازم أشكي لك حبة، لأن أنا زعلان منك يا برج الدلو، لأن أنا عملت امبارح سلسلة بعنوان المال والأعمال، والسلسلة مفيش حد شافها. أتمنى من حضراتكم عشان نستمر بعمل الفيديوهات ليكم والطاقات تعملوا شير لللايك ولايك للفيديو، وتعملوا مشاهدة عشان اتشجع ان انا اعمل تاني. قراءتك يا برج الدلو النهاردة هتكون من سلسلة بعنوان تهكير لعقل الحبيب المتابعات. قراءتك هتكون بتاريخ 30/1/2026. اتمنى قراءة في حضراتكم، وتمنياتي لكم مشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب الا الله، وهذا توقعات وليس الا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناه، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اصحاب برج الدلو، سمي بسم الله ونشوف الحبيب الغامض اللي ما ينفعش من غيرك، لان انت كنت كل حاجه بالنسبه له. الشخص ده مش نسيك. انا عامل له تهكير لعقله ونشوف حالته ايه. برج الدلو، القراءة دي داخلة على عقل شخص مش قادر ينسى بسهولة العلاقة دي أو ينساك، رغم إنه باين قدام الناس إنه متجاوز ومكمل حياته. يا ريت أصحاب برج الدلو تتفاعلوا معايا في القراءة. لكن الحقيقة إن في داخله مساحة لسه باسمك أنت يا دلو، مع الله قبل أي شيء. مساحة مش فاضية لكنها ساكتة، كأن وجودك يا دلو اتحول من شخص في حياته إلى فكرة ثابتة في عقله. مش فكرة بيرجع لها، أو فكرة بيرجع لها بالمعنى الأصح من غير ما يحس، تلقائي. كل ما يقف قدام تجربة جديدة أو يحاول يقنع نفسه إن اللي فات انتهى بينكم، عقله الباطن بيرجعه لنقطة معينة مرتبطة بيكم انتم الاتنين، لأن انت اللي بتقويه. القراءة دي بتكشف ازاي انت يا دلو بقيت جزء من تكوينه النفسي، مش مجرد مرحلة عابرة. وازاي هو عايش صراع بين انه يمشي لقدام وبين انه مش قادر يقفل بابك تماما. طب صورتك انت يا دلو في عقله الان ايه؟ صورتك في عقله مش صورة شخص غايب، لكنها صورة شخص كان مختلف في تأثيره وفي حضوره وفي بصمته النفسية. انت ليك بصمة نفسية عنده، بصمة نفسية. هو لما بيفتكر اسمك او يفتكر ملامحك مش بيشوفك كشخص حصل معاه مشاكل وخلاص، لا، لكنه بيشوفك كرمز لفترة كان فيها احساس بالاكتشاف وبداية لحاجة حقيقية. ليه بقى؟ لان عقله بيربطك بمشاعره، او بيربط بمشاعر اولويه نادره زي الشعور بالامان، وسط القلق، وسط الفوضى، او الشعور بالراحه وسط الفوضى بمعنى اصح اللي هو عايش فيها. وده مخلي صورتك ثابته ومش متغيره رغم الزمن. وكأنك يا دلو بقت معيار داخلي هو بيقيس بيه اي علاقه جديده، وكل ما يقابل حد جديد يقارن من غير وعي بين الإحساس اللي كان بيحسه معاك أنت والإحساس اللي بيحسه دلوقتي.
وده بقى بيخليك انت يا دلو حاضر في تفكيره حتى وهو مش ناوي يرجع دلوقتي. طب ايه مشاعره الحقيقية اتجاهك؟ مشاعره اتجاهك مش مشاعر سطحية ولا لحظة حنين عابرة، لكنها مشاعر متخزنة تحت طبقة من العقلانية محاولة السيطرة على النفس. أنا معاك إن هو غامض، معاك إن هو خبى عليك. الشخص ده من جواه شايل شوق، بس مش بيحب يعترف بيه، لأن الاعتراف بالنسبة له معناه ضعف أو رجوع لنقطة كان عايز هو يتجاوزها. قلبه لسه فاكر الإحساس اللي كان بيحصل لما كان معاك، الإحساس إنه مش محتاج يمثل أو يثبت حاجة، لكنه في نفس الوقت خايف يرجع أو يرجع للإحساس ده لأنه فاكر الألم اللي جه بعده. فمشاعره ليك واقفة في منطقة المحتار، ده هي حب معلن ولا هي برود كامل، لكنها مساحة رمادية مليانة حنين مكتوم وتردد داخلي. طب سبب البعد ايه؟ او سبب البعد الحقيقي ايه الفترة دي؟ سبب البعد الحقيقي يا برج الدلو مش قلة حب ولا عدم اهتمام، لكنه كان هروب من فكرة الالتزام قبل ما يكون هروب منك انت شخصيا. هو وقتها كان شايف نفسه محتاج يكتشف ذاته اكتر، ذاته هو من جواه، محتاج يثبت لنفسه انه حر ومش مربوط بحد او بقرار. وكان شايف ان العلاقة معاك بتطلب منه نضج وهو مش متأكد انه يقدر يقدمه، فاختار يبعد بدل ما يفضل قريب ويحس انه مقصر معاك او محاصر. البعد بالنسبة له كان محاولة يا برج الدلو يحافظ على صورته عن نفسه كشخص مستقل، حتى لو التمن كان فقدان شخص مهم في حياته اللي هو انت. صراع داخلي جوه الشخص ده عايشه بالفعل. الصراع اللي جواه مش بسيط، خلي بالك، لانه صراع بين نسختين في نفس في نفس اللحظة من نفسه. نسخة عايزة تمشي لقدام وتبدأ من جديد من غير ما تبص ورا، ونسخة تانية شايفة ان في حاجة اتكسرت وما اتصلحتش. هو ساعات بيحس ان النضج الحقيقي كان ممكن يحصل وهو جنبك مش بعيد عنك. الصراع ده بقى بيخليه يدلو دايما واقف في النص، لا قادر يقفل ملفك تماما ولا قادر يفتحه بثقة، وكأن وجودك يا دلو في حياته بقى علامة استفهام كبيرة عن اختياراته القديمة. طب قول لي يا قبطان، ايه تفكيره في الرجوع؟ هقول لك يا دلو، فكرة الرجوع بالنسبة له مش فكرة عاطفية بس، لكنها فكرة فيها حسابات كتير.
وهو بقى بيسأل نفسه هل الرجوع هيكون رجوع لوجع قديم ولا بداية جديدة مختلفة مع الدلو؟ هل هو اتغير فعلا ولا لسه نفس الشخص اللي كان خايف من الالتزام؟ التفكير في الرجوع مرتبط يا دلو عنده بفكرة انه لو رجع لازم يكون اقوى نفسيا واوضح في كلامه ومشاعره ليك، فمش عايز بقى يرجع وهو متردد او مش قادر يدي الامان ليك. علشان كده الفكرة موجودة في عقله كاحتمال، لكنه مش مستعد يحولها لخطوة غير لما يحس انه نضج فعليا وكفاية عشان يكون ملتزم وحاضر معاك في العلاقة. طب موقفه ايه في التواصل معاك الآن؟ موقفه يا برج الدلو من التواصل مش نابع من تجاهل أو قسوة، لكنه نابع من خوفه من اللي ممكن يحصل لو فتح باب الكلام بينك وبينه، وده اللي رعبه، لأنه عارف إن أي كلمة بينكم ممكن تفتح ملفات كان هو مقفلها، وممكن تحرك إحساس هو مش متأكد إنه يعرف يسيطر عليه، لأن أنت اللي بتسيطر عليه في الحتة دي. عامة هو شايفك شخص ليه وزن نفسي خاص، مش مجرد حد يعدي في حياته كده وخلاص. علشان كده بيختار السكوت أو الصمت بدل ما يدخل في حوار ممكن يغير مساره هو الحالي، وكأنه بيحاول يحافظ على التوازن اللي هو بناه، حتى لو كان توازن هش من جواه. ايه بقى النتيجة النفسية لعلاقتك بيه او علاقته بيك انت؟ عشان ده تفكيره هو. علاقتك بيه سابت جواه اثر طويل المدى، علمته ان في فرق بين الحرية والهروب وبين الاستقلال والنضج، حتى لو هو مش واعي بده بشكل كامل. التجربة معاك كانت نقطة تحول في فهمه لنفسه وللعلاقات عامة، وده مخليك جزء من تكوينه النفسي مش مجرد ذكرى عاطفية. كأنك يا دلو بقت علامة في طريقه، علامة بتفكره دايما ان في علاقة لسه ما خلصتش، ولسه في كلام هيتقال بشكل طبيعي ما خلصتش، لكنها خلصت بشكل علمه حاجة عن نفسه هو. عامة يا برج الدلو، حبيب او الشريك عقله لسه شايل شوق خفي ليك، خفي ليك، واحساسه انك بتظهر في ملامح ناس تانية او تصرفات تانية او تصرفات ناس جديدة، ده دليل ان صورتك محفورة في وعيه الباطن. وفي نفس الوقت هو شايف ان اللي بيعمله دلوقتي عبارة عن محاولة يصلح بيها نفسه مش يهرب منك، وده بيأكد ان البعد نابع من صراع داخلي مش من برود مشاعر. وتأثيرك انت يا دلو عليه لسه شغال وفعال، لانه هو بيقارن وبيفتكر وبيفكر حتى لو مش بيصرخ، وده معناه ان وجودك في حياته يا دلو ما انتهاش نفسيا حتى لو انتهى شكليا. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الدلو، اتمنى لك السعاده والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.